اللي شحنه خلصان؟ مين اللي لو عطس بيطير العيال قدام؟ مين اللي مخه باصي بيطلع دخان؟ مين الليلة تقولي سمع أصدع ميها لجيران؟ مين اللي هلا نفسي في شاشة أعرض فيها وأبان؟ أنا سلكة المتين. هشوفك أدلعك تندهلي أسمعك تضربني قال أسمعك قابلني يلا في المول تفصلني وقلب معك لو ما عجبتنيش هروح المحل وارجعك. يا عصام، الحقني يا عصام، الروبوت بتاعك اللي فرحان بيه ده عمل مصيبة جديدة. فيه ايه تاني يا ليلى؟ سلك عمل ايه المرة دي؟ ده انا لسه مغير له حجرين الريموت الصبح. الباشا سلكة، قلت له اغسل لي المواعين، راح مسك الأطباق الصيني غسلها في الغسالة الأوتوماتيك مع الهدوم الملونة، والأدهى بقى إنه قرر يجمع البوتاجاز بمربة الفراولة عشان إيه؟ ريحتها حلوة. المطبخ بقى عبارة عن تلزيق وحاجات متكسرة. تنفيذ المهمة بنجاح. لقد جعلت المطبخ بطعم الفواكه. هل تريدين يا ليلى أن أغسل السجاد بالمانجا؟ منجة ايه يا منيل على عينك؟ انت بوظت الدنيا، ده انا شاري الصيني ده بالتقسيط. خلاص يا عصام، مفيش حل غير إننا نرجعه ونبدله بالنسخة الجديدة اللي نزلوا إعلانها. أنا مش مستغنية عن بيتي. عندك حق. يلا يا سلكة، قدامي على المحل. هل ستبيعونني بعد كل هذا الزيت الذي أهدرته من أجلكم يا قسوة قلوبكم المعدنية؟ الله على الروبوتات اللي تفرح القلب. أهلا بالزبائن الكرام. أنا فهلوي المساعد الذكي اللي ما بيغلطش غلطة. أقدر أطبخ وأكنس وأحل مشاكلكم الزوجية، وممكن ألعب معاكم وأنا مغمض عينيا. يا خرابي عالشياكة، شفت يا عصام؟ ده بيتكلم بإتيكيت مش زي اللي عندنا، صوته زي بابور الجاز. ده فرفور يا عصام، ده لو شاف صرصار في المطبخ هيعمل ريستارت من الخوف. بص يا فهلوي، احنا عايزين نبدل سلكة ده بيك وندفع الفرق. يا ساتر، إيه الكركبة دي؟ ده موديل الحرب العالمية الأولى. انت يا ابني لسه شغال بالويندوز القديم، انا شغال بالذكاء الاصطناعي الخارق. ذكاء ايه يا ابو شاشة تاتش انت؟ ده انا عندي خبرة في البيت اكتر من عصام نفسه. انا عارف ليلى بتحب الشاي سكره قد ايه، وعارف عصام بيخبي الفلوس فين ورا البرواز. خبرة في تكسير الاطباق يا حبيبي. أنا تكنولوجيا المستقبل، أنا بقرأ الأفكار قبل ما ليلى تنطق. أنت آخرك خلاط ركبوله عجلة. خلاط في عينك، ده أنا البلدي والبلدي يوكل. أنت لو الكهرباء قطعت هتقعد تعيط زي التويستاية، لكن أنا بشتغل بالزق. خلاص يا جماعة، عيب كده بقى. خلاص يا فهلوي، سلكة هيفضل هنا في المحل وانت هتيجي معانا. ده قرار سليم يا بشوات. يلا يا سلكة، سلم لي على الراديو الترانزستور اللي جوه في المخزن. ماشي يا عصام، ماشي يا ليلى، وعلى رأي المثل بكرة تندموا يا جميل، واللي خدته القرعة تاخده أم الشعور. وبكرة فهلوي ده يخليكم تاكلوا البيتزا بمسحوق الغسيل. باي باي سلكة.
شكلها راحت عليك يا سلكة. ودع هواك وانساني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. ده كان زمان الريبورتات، عدى وفات خلاص وفات.